السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده تعالوا مع بعض نعمل روتين في المطبخ، روتين بسيط. طبعا المية كانت قطع عندي امبارح، فاضطريت ان ما اعملش المواعين وكده. جيت طبعا من الشغل، فضلت قاعدة لحد 12، ف 12 دي ما اقدرش اقعد تاني الصراحة، ان انا بصحى بدري للشغل. فجيت من الشغل النهارده كده لقيت المنظر اللي انتوا شايفينه ده، وهنا سوف نسكت قليلا. طبعا مسكت بقى المطبخ، المواعين بقى في كل حته، رامين طبق في كل حته. حزمه الملوخيه دي جبتها وما عملتهاش، فقطفها دلوقتي بعد ما اخلص. قعدت قطفتها وعملتها. همسك كده المواعين الاول نخلصها. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولايك ودعموني كده يا حبايبي. طبعا اول حاجه هنعملها نمسك كل المواعين، نخلص الحوض الاول، ما يبقاش فيه اي حاجه في المطبخ هتتعمل. نخلص المواعين، خلص المواعين كده بتاعتنا كلها. المواعين خلصتها اهي. نيجي بقى على البوتاجاز. طبعا الحته الصفرا دي انتوا عارفين طبعا ان انا كنت حاطه حله كبيره قوي بعمل حمص لمصطفى ايام ما كان فاتح في الكافيتيريا. فاتح كافيتيريا في نادي هنا كده، وكنت بسوي له الحمص بقى يفضل اليوم كله على النار. والبوتاجاز طبعا بيبقى سخن عشان بيبقى مولع من الجنب، فاتحرق كده، فمرضيش يطلع. حتى بص يعني السلكه دي بتطلع اللي ما بيطلعش، لا الباغه نفسه اللي هي الصاجه نفسها هي اللي صفرت كده. طبعا امسك البوتاجاز اغسله غسله حلوه. انا بغسله مع المواعين يوميا، ان انا طبعا انتوا عارفين استاذه ان انا افور اللبن على البوتاجاز. البوتاجاز خلص اهو بقى زي الفل. ادخل على الرخامه. طبعا مش سايبين حاجه في مكانها، كل حته فيها حاجه، كل حته فيها حاجه. مش مثلا خدوا الملح يرجعوه، خدوا السكر يرجعوه، لا مستنيني طبعا انا اللي اشيل الحاجه دي. يلا الحمد لله، ربنا يديني الصحه يا رب كده. جبت كريم جانتيه عشان اعمل رز بلبن تاني، الصراحه كان جميل، ما عادش لتاني يوم حتى. هنضف ده مشمع. طبعا انا حاطه مشمعين فوق بعض، لو لاحظتوا في طرف احمر ده مشمع بتاع تندات، حطاه عشان الرخامه المكسوره دي لو وقعوا سكر، وقعوا اي حاجه، كوبايه اتكسرت وهم بيصبوا الشاي، كل ده بينزل على المواعين. فطبعا المشمع ده حميل الرخامه جامد قوي. واصبن الحته كده اللي في ظهره كده، لقيت فيها كده كام بقعه كده صغيره، فايه عشان ما تكترش عليا يعني. انا بحب ان انا اعملهم اول باول. اغسلها كده واخليها زي الفل. قومي يلا شجعي كده، يلا مع ام يوسف كده واعملي يلا الحاجه. والله عايزه اغير اسم القناه من منى مطبخ منى لمطبخ ام يوسف. نمسح كده المشمع بيبقى زي الفل. ده كان مشمع كبير وقسمته 2. الفرن بقى، تعالوا عند الفرن كده. في متابعه بعتت لي بتقول لي هعمل كبده وسجق، اوريكم. نضفي الفرن حبيبتي، والله انا بنضفه على طول. بس اللي فوق ده البرواز اللي هو مسود ده صدى او تقشير البوهيه اللي كانت فيه او الرش ده. طبعا بصوا شايفين انا بغسله ازاي، ده ما بيطلعش. انا الفرن ده مشترياه من حد مستعمل، كانت واحده بتبيعه كده مستعمل جارتي، فانا خدته منها. ان فرن البوتاجاز بتاعي طبعا بايظ، لكن ده ما بيطلعش والله. انا بغسله على طول. خلصنا الفرن. الارض بقى نمسك الارض نكنسها كنسه حلوه. طبعا انا ما بعرفش امسح شقه، امسح مطبخ، امسح اي حاجه. انا لازم اكنسها كنسه حلوه، وكده الانضف والاحسن. اكنس بقى الفتافيت بقى، ومكان ما موقعين، ومكان ما نضفت الرخامه ووقع في الارض، نضف تنظيفه حلوه كده. وبعد كده نمسح على نظافه. شايفين الارض والله، بص يعني من غير ما تتمسح يعني انا ايدي على طول في الحاجه. ده طبعا باسكت بحط فيه اكياس اللي هي بتاعت الزباله. اي اكياس عندي بجيبها من السوبر ماركت بتفضى كبيره، بحطها هنا، بستخدمها للزباله للعيش كده. فبحطها في الباسكت ده، ما بتبقاش عامله منظر في المطبخ. كنت الاول بحطها في التربو من تحت كده، كانت بتبقى مبهدله لي الدنيا خالص وباينه شكلها وحش. يلا عقبال ما ربنا يهدي مصطفى عليا كده ويركب لي غساله الاطباق.
افوق بقى ما يبقاش فيه زحمه المواعين دي. يعني حتى لو الميه قطعه هيبقى في قلب الغساله بقى، وقت ما تيجي هشغل عليها وخلاص. جر البوتاجاز كده الحاجات اللي انا حطيتها دي ديتول على معطر على دوني، بحطها كده انضف بيها الارض، تخلي ريحه الارض جميله قوي. فنشوف مع بعض كده. ودلقت الميه بقى وبمسح بالمساحه. في المرحله دي ما بحتاجش شرشوبه بقى، الشرشوبه دي في التنظيف العادي اليومي، لكن المطبخ بأسوية كده طبعا ميه وبالمقشه واغسلي. خلصت اهو، المطبخ بقى زي الفل، مبقاش فيه اي حاجه. فرشت كده الدوستين دول بتوع مطبخ اساسا، ونضيفه بقى زي الفل وما خدش معايا حاجه. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا جديد. دمتم في خير الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم على خير يا حبايبي، مع الف سلامه، مع السلامه.